سنة 1953 المستكشف النيوزيلندي إدموند كلاري ومعاه متسلق الجبال تينيسينج نورجاي قدروا يوصلوا لأول مرة في التاريخ لأعلى قمة موجودة على وجه الأرض، قمة جبل إيفرست على ارتفاع 8849 متر. هناك تقريبا مفيش أكسجين، كل خطوة على الارتفاع ده محتاجة حرفيا مجهود خرافي، وبالرغم من كده فالإنسان قدر يوصل لأعلى نقطة موجودة هناك. وبعدها ب7 سنين سنة 1960 غواصة اسمها تريسيتي نزلت في الاتجاه المعاكس تماما لأعمق نقطة على وجه الأرض، تشالنجر ديب في خندق ماريانا على عمق بيوصل ل 10916 متر. وهناك مش بس المشكلة في انعدام الأكسجين، احنا بنتكلم في ضغط مرعب ممكن يوصل لأكتر من 1000 مرة الضغط اللي احنا عايشين فيه. وعشان تتخيل الضغط ده بيساوي قد ايه، فببساطة الضغط ده بيعادل وزن 50 طيارة جامبو فوق جسم الإنسان. وبالرغم من كده تم اكتشاف كائنات دقيقة وأسماك عايشة تحت الضغط المرعب ده. وبالرغم من ان أعلى مكان ممكن يخنق الإنسان وأعمق مكان ممكن يسحق الإنسان من الضغط، إلى إننا وصلنا للاتنين. فلو كان لازم تختار إنك تبقى موجود في واحد من المكانين دول، تفتكر هتختار إيه؟